السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عبد العال من برنامجكم شجع صح. الزمالك، هنتكلم النهارده على الزمالك. كل مرة بنبدأ بالأهلي، بس المرة دي هنبدأ بالزمالك بمناسبة إن هو طبعا مشترك في البطولة العربية. الزمالك، بس قبل ما نكمل ونخش في الزمالك عايز أسمعكم كلمتين من الفيديو اللي فات. قلتهم إيه بعد ماتش الزمالك؟ قلنا إيه بالظبط بعد ماتش الزمالك؟ نروح بقى لنادي الزمالك. نادي الزمالك بدأ بداية حلوة في البطولة العربية وغلب 4. مش المهم انه غلب 4، المهم الزيطة اللي حصلت بعد كده. احنا مبسوطين ان الزمالك غلب 4 وعايزين الزمالك يشد حيله كده وربنا يكرمه يعني. بس الهيصة اللي حصلت دي مش في صالح لا الزمالك ولا الجمهور. الجمهور انت تطلع للجمهور تقول له الزمالك عمل ماتش كويس، بس الاتحاد المنستيري فريق مش على مستوى عالي زي الزمالك، فالماتش ده يعني مش هو ده اللي نختبر بيه قوة الزمالك. وتهدي الجمهور كده، تفرحوا وما تعشموش. لكن انت كده معشم الجمهور ان انت هتاخد البطولة وانت لسه في اول ماتش. الاتحاد المنستيري فريق يعني متوسط المستوى بالنسبة للزمالك، في فروقات جامدة، الزمالك اقوى طبعا، واخد بالك؟ تعشم الجمهور بقى. وكابتن فاروق جعفر الصبح في الراديو بيكلم الكابتن طارق يحيى بيقول له رجع زمن الفن والهندسه. الفن والهندسه ايه ده؟ انتوا لسه بتقولوا يا مسهل ويعني ايه، واحده واحده كده، واحده واحده اطلعوا تكه تكه كده لحد ما تقفوا على رجليكم. لكن انت هتقول لي فن وهندسه وتخلي اللعيب ينزل اكنه كريستيانو ويضيعوا الدنيا كالعاده يعني. ماشي، هو الماتش حلو، بدأ كويس، جابوا جون في التاني، الماتش فتح وربنا وفقه. لكن ما تقوليش بقى زمن الفن والهندسه رجع. زمن الفن والهندسه يرجع لما تاخد البطوله. وحصل جماهير الزمالك حطوها في حته كبيره قوي وبقت مطالبه الفريق ان هي يروح يجيب البطوله العربيه. كابتن فاروق جعفر رجع زمان الفن والهندسه. انت شجع فريقك، ما حدش يقدر يقول حاجه، ده فريقك وانت منتوي ليه، شجعه بس قومه، قوم الفريق. احنا والله ظهرنا بمستوى كويس، بس احنا عايزين حاجة احسن، عايزين نغلب الشباب عشان نضمن الصعود، عايزين كذا. والجماهير وقفوا في ظهر فريقكم وشجعوا فريقكم كده. لكن انتوا حسستوا اللعيبه ان هي خدت البطوله. تعالوا النهارده في ماتش الشباب، انا مش شايف الزمالك في الشوط الاولاني خالص خالص. بتفرج على الماتش يعني الكرة تيجي في نص ملعب الزمالك مش لاقي ولا لعيب من الزمالك في نص الملعب، ولا لعيب. مع ان مع احترامي يعني لفريق الشباب، فريق متواضع جدا. فرقوا عندنا ينشوا 6 مستريح في ماتش زي ده. انا كنت مستغرب الزمالك ازاي ما وسيرو ازاي نزل بالخطه دي ولعب ازاي كده. تعالى بعد الجون وبعد ضربه الجزاء، طبعا ضربه الجزاء اللي الناس بتتكلم عليها، هو المهاجم ما كانش ليه فيها خالص بصراحه، ما كانش ليه فيها اي حاجه. هو الراجل طلع وعدى الكوره، بس عبد الغني راح خبطها بايده. طبعا الحكام هناك ما لهمش دعوه بالكلام ده، راح الفار مناديله، مفيش هناك احتواء. راح مناديله، راح الحكم شافها، راح مصفر ضربه جزاء. اتحطت ضربه الجزاء والشوط الاولاني خلص. بصراحه الشوط الثاني الزمالك نزل بشكل تاني خالص. بصراحه عمل شوط جميل جدا، يعني الزمالك عمل شوط حلو جدا، بس كان ناقصه اهداف، يعني كان ناقصه الاجوان. بس برضه سيريو مش عارف. تبص تلاقي شيكابالا مره هنا مره هنا، زيزو مره هنا مره هنا، اللعيبه بتهجم، تيجي الهجمه مرتده تلاقي الدنيا ورا فاضيه. ف مش عارف. الزمالك يعني كانت فرصته انه يغلب الماتش ده، كانت فرصته انه يغلب الماتش ده، لان النصر مش هيسمي عليك. النصر هيكسبك، مش هنقول هيكسبك بنتيجه، ما يهمش النتيجه هيكسبك كام، بس هيكسبك. انت هتعمل انجاز لو تعادلت مع النصر. انت كان فرصه الزمالك ان هو يغلب الشباب، يغلب الشباب يضمن الصعود، كان هيصعد مع النصر. النصر بقى يغلب الشباب، يغلب المنستير، يغلب اللي يغلبه كان هيصعد معاه، كان هيصعد تاني على طول.
لكن تعالى كده، انا قلت لك ان الشباب غلب الزمالك بره، لان النصر مش هيسمي عليه كده. الزمالك هياخد ايده في ايد الاتحاد المنستيري، واحد يركب على تونس والتاني يرجع على مصر. بس بصراحة دي تجربة كويسة للزمالك في بداية موسم. هي صحيح اللعيبة ما قعدتش ما ريحتش، بس دي اعتبرها فترة اعداد. عملت ماتش ودي، عملت مش عارف ايه، دي فترة اعداد كويسة لموسم كويس يقدر يبدأه الزمالك. بس الزمالك محتاج حاجات كتير، الزمالك محتاج تدعيمات. النهارده الكابتن حسام ميدو بيقول لك ايه؟ احنا جبنا 3 لعيبه طلبات اصول. طلباته في ايه؟ يعني اللعيبه دي فين؟ ستاند باي، يعني اول ما تقول لهم ريدي هيروحوا نطين في الحمام السباحه على طول، ولا يعملوا ايه؟ 3 لعيبه ايه اللي انت شفتهم؟ ما انت ما عندكش قيد. انهي لعيبه هيتعاقد معاك وانت ما عندكش قيد؟ ورجع قال لك ايه؟ احنا ما تعاقدناش لان لو القيد ما فتحش اللعيبه ما تقعدش من. طب انت بتكلم نفسك وترد على نفسك؟ يعني انت ما عندكش لعيب مضيت معاه عشان انت في وقف قيد. الزمالك محتاج 100 مليون و10 عشان يسدد الغرامه ويبدا يفعل القيد تاني ويبدا يجيب صفقات. فهو الموضوع كده. كابتن ميدو طالع يقول لك احنا في 3 لعيبه، هو بس بيهدوا الجماهير. شغل اعلامي بقى انك ايه؟ تهدي الجمهور، احنا شفنا، احنا عملنا، احنا سوينا. على فكره ما فيش احسن من المصارحه والمصالحه مع النفس. انك تطلع يا جماعه احنا في ازمه، اما تطلع تقول احنا في ازمه هتلاقي جماهيرك برضه تتكتف وراك، مش هيبيعوك يعني. انت تطلع تقول احنا في ازمه، لازم نقف جنب بعض عشان نعدي الازمه دي، ندفع الفلوس وبعدين نفكر نشوف هنجيب مين. لكن تقول لي احنا جايبين 3 لعيبه جاهزين، بس جبتهم بايه؟ ما انت لو معاك فلوس تجيب لعيبه كنت دفعت الغرامه بتاعت شيكابالا. فالموضوع كله عك في عك، الموضوع كله عك في عك، وما تعرفش ان يعني تكلم مين في نادي الزمالك. تكلم ميدو ولا تكلم عبد الواحد ولا تكلم عبد المنصف، ولا ما تعرفش مين في نادي الزمالك. بس هي دي القصه. الزمالك محتاج فلوس عشان يسد الغرامه، ومحتاج لعيبه عشان يبدا موسم قوي. غير كده الزمالك برضه هتلاقيه الموسم الجاي برضه عمال ممدوح عباس والقيد والفلوس وخربتوا النادي وعملتوا النادي. اللي خرب النادي معروف، واللي خد فلوس النادي معروف، واللي عمل سمسارات معروف، كله معروف. والمشكله ان الناس كلها عارفه، كله عارف، محدش بيتكلم، كله قافل بقه. خلاص اللي قافل بقه قافل بقه بقى. ما تطلعوش بقى تقول لي زمن الفن والهندسه رجع واحنا بنشكر المذيع. مذيع ايه اللي بتشكره يا عم؟ يا عم ايه اللي انت طالع تقوله ده؟ مذيع ايه اللي انت طالع تشكره؟ هو الزمالك مش الزمالك تاريخ مش محتاج مذيع يقول الزمالك كذا ولا الزمالك كذا. الزمالك تاريخ، انتوا اللي وقعتوه. الناس اللي بيه ده هي اللي وقعته. ورموز الناس اللي هي النادي، اللي هي شالت النادي قاعده في بيوتها ما تعرفش عنهم حاجه. احنا جايبين الناس بس اللي تفضل تهز بدماغها كده وايه وتشتغل ايه هزاز كده، تقول له الحاجه تلاقي دماغه بتهز لوحدها، فابريشن. بس ادي مشكله الزمالك كلها. وربنا يوفقه، وعسى ان ربنا يكرمه مع النصر يوم الخميس ويعمل نتيجه ايجابيه. يعمل نتيجه ايجابيه حتى تعادل، ويستنى بقى الشباب بقى يتغلب من الاتحاد المنستيري. مع ان الشباب ده يتغلب على فكره من الاتحاد المنستيري، فريق فاضي خالص، فريق ما عندوش اي امكانيات. انا مش عارف الزمالك ما غلبوش ازاي. طبعا بقى احنا ما اتكلمناش وبعدنا عن اللي حصل في الماتش واللاعيبه ضربت بعضها وسوء السلوك والبتاع، عشان هيقول لك ايه؟ بيمسكوا لنا بيردوا لنا بتاعت حسين الشحات. لا احنا ما بنتكلمش على ده. الكلام اللي يسيء للبلد بره ما بنقعدش نرد فيه، لان هم ما ساووش نفسهم، هم ساووا للدوله بره. قال لك دي الزمالك المصري، هم ساووا للدوله مش ساووا للزمالك.
ونقفل بقى صفحه الزمالك ونخش على ايه؟ على الاهلي. يا ريت بس تدعمونا بلايك وشير وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي وكهربا. كهربا طبعا انتوا عرفتوا ان الاهلي اتنازل عن القضيه بتاعه لجنه الانضباط اللي هو كان رافعها بعدم شرعيه لجنه الانضباط. فطبعا لما الاهلي اتنازل خلاص لجنه الانضباط بقى لها شرعيه، يبقى كده التظلم اللي عامله الاهلي يمشي. لجنه التظلمات لمت كل الاوراق والمستندات وكله واجتمعت النهارده. اجتمعت النهارده ان هي تشوف ايه؟ عقوبه كهربا. طبعا عقوبه كهربا كانت 12 مباراه ومليون جنيه. فهو اعترض، الاهلي قدم تظلم وكهربا نفسه قدم تظلم على المبلغ وعلى طبعا انتوا عارفين الكلمه اللي قالها كهربا، مش محتاجين نعيدها تاني. ناس تقول لك عقده صح وناس تقول لك عمله صح، فمش دي القصه. القصه ان احنا مستنيين لجنه الانضباط، لجنه التظلمات هتقول ايه؟ هتقول كهربا هيتوقف 8 مطوشه 6 مطوشه 4 مطوشه حسب بقى. هنا هتقدر تقول كهربا هيغيب الفتره الجايه من الدوري والكاس ولا من الدوري بس. يعني ان وقعت على ال 12 عقوبه وثبتت ال 12 عقوبه يبقى ال 12 عقوبه دول في كل البطولات، دوري وكاس، هو 12 مباراه. تمام؟ اما لو نزلت لستة هتبقى دوري بس، يبقى كهربا يلعب في الكاس. لو نزلت لستة نزلت لأربعة يبقى كهربا هيلعب في الكاس. دي مشكلة كهربا مع لجنة الانضباط، وربنا يوفقه وياخدوا القرار السليم. برضه هنتكلم في كهربا والعقوبة بتاعت الزمالك. كهربا هيدفع الفلوس النهارده، واحد ممكن يدفعها النهارده يا بكره، لانه بعت يطلب كشف حساب، رقم حساب الزمالك من الفيفا اللي هيبعت عليه الفلوس. لان طبعا الاهلي قال له احنا عايزين نخلص من القصه دي. الاهلي ملوش في حوارات ان نفضل بقى محامي ياجل ونفضل مش عارف نعمل ايه ونسوي ايه. الاهلي ملوش في القصص دي، بيحب يسوي اموره اول باول. اديكوا شايفين شيكابالا كانت 400,000 دولار، دلوقتي 1,700,000 دولار. من ايه؟ محامي يعمل نقد، محامي يعمل مش عارف ايه، وكله بالغرامات وبالفوائد الاهلي قال له احنا مالناش في القصه دي. فالموضوع ده هينتهي في خلال اليومين دول. ده بالنسبه لكهربا. خد 6 مباريات يبقى ماتش الخميس كهربا هيلعب. خد 8 مباريات يبقى ماتش الخميس كهربا هيلعب. اكتر من كده لا، اكتر من كده لا، يتوقف كهربا ومش هيلعب ماتش الكاس. تمام؟ تعالوا بقى ايه نتكلم بقى في موضوع حسين الشحات. بس نصلي على النبي كده وايه وتركزوا معايا شويه، لان موضوع حسين الشحات ده فيه لفه وحوار وحكايه. موضوع حسين الشحات مع الشيبي دي كانت عمليه مدبره، كانت عمليه مدبره، وكانت ممكن ما تبقاش مع حسين، تبقى مع اي لعيب تاني، بس هي كانت عمليه مدبره. واول ما حسين اتخانق مع الشيبي وحصلت المشكله والماتش خلص وجابوا الشيبي، حسين اعتذر له وباس على دماغه والدنيا خلصت وتمام. راحوا لا 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 تعالى تعالى يا شيبي تعالى، جابوا الراجل من على الطياره، انت تعالى عشان تعمل محضر في مين؟ في حسين الشحات. طبعا الكلام ده كله فيك، مفيش محاضر ولا اي حاجه اتعملت، بس الكلام ده كله ايه؟ زعزعه العلاقات بين المغرب وجماهيره وبين الاهلي وجماهيره. ليه؟ هقول لك حالا دلوقتي. محامي حسين الشحات قال لك اتحدى اي حد يطلع لي رقم محضر او اي مخالفه او اي قضيه او اي حاجه على حسين الشحات. مفيش، كل الكلام ده ملوش اي شيء من الصحه. اما الشيبي احنا عليه فيديوهات وتسريبات ومشاورات يعني في ملف للشيبي كده، لو احنا عايزين نأذيه ونقضيه هنأذيه وهنقضيه، بس طالما هو ما تتقدمش بأي شكاوي احنا مش هنقضيه.
ده كلام محامي حسين الشحات. الكلام ده يدل على ايه؟ الكلام ده يدل ان الموضوع كله كان معمول لعبة، تحصل المشكلة ايا كان مع مين، وناس تنفخ في النار زي ابليس الاعلام. طبعا الاستاذ علي بيقول لك عليه ايه؟ صاب الاعلام. احنا بنقول عليه ابليس الاعلام. ابليس الاعلام ينفخ، والمغرب وجماهيرها واحنا بنقدر المغرب واحنا بنسوي، وعمال ينفخ في النار، يحط السم في العسل. كل ده ليه يا جماعه؟ عشان صفقه رضا سليم تبوظ. عشان صفقه رضا سليم تبوظ. ميدو عمال يكلم في وكيل رضا سليم من ناحيه، وابليس الاعلام عمال ينفخ في النار من ناحيه، وعمالين يولعوا يقول لك المغرب وجماهير المغرب والاهلي وجماهيره ما بيعاملوش الناس كويس ولاعيبته بتهين اللعيبه. اهو ربنا بص وقعكم في نفس الموقف. شوفوا امبارح ايه اللي حصل في السعوديه. كل المصريين عمالين يقولوا للسعوديه حقكم علينا عشان اللي عملوه الزمالك ولاعيبته. فشفتوا القصه كلها بتاعت حسين الشحات عشان ايه؟ عايزين يبوظوا صفقه رضا سليم. ادي القصه كلها وادي الحكايه. لكن ربنا طبعا ده هم في المغرب عارفين الشيبي وعارفين اخلاقه وعارفين اسلوبه. لا حد طلع يتكلم ولا حد طلع عمل ولا حد. هو في بعض الناس على السوشيال ميديا بقى طالع يقول لك بلطجه ومش بلطجه، ويا عالم دول مين؟ ما يمكن من ابلسه الاعلام برضه. وربنا اراد والصفقه تمت، ورضا سليم وقع للاهلي، والف مبروك وتمام التمام. تعالوا بقى للاهلي. اخر ماتش ليه يوم الخميس. يوم الخميس ماتش الساعه 6 قصاد ماتش الزمالك والنصر. احنا هنحاول نتفرج على الاثنين ان شاء الله. ماتش يوم الخميس ده اخر ماتش للاهلي. مارسيل كولر قال لك هنقعد اسبوعين. اسبوعين كله نايم في بيته مرتاح، كله نايم في بيته، كله يريح، كله يبعد عن الكوره، كله ما يشغلش دماغه باي حاجه. وهو طبعا هياخد الطياره ويطير عشان يقضي اجازته مع عائلته هناك، وهيقعد اسبوعين. اسبوعين الاهلي ما يلمسش الكوره. بعد الاسبوعين هيجوا يومين كشف طبي واستعداد مش عارف ايه، وبعد كده هيبداوا 5 ايام تدريب. بعد ال5 ايام هيروحوا طالعين على اسبانيا معسكر، يا اسبانيا يا المانيا، اي حاجه من الاثنين. المهم دي اخر ماتش، وهيقعدوا اسبوعين، وبعد كده هيروحوا يا اسبانيا يا المانيا، وان شاء الله يبداوا موسم جديد قوي اقوى من الموسم ده، ويبقى موسم ان شاء الله فيه بطولات اكتر من السنه دي باذن الله. لان النادي الاهلي نادي مش مجرد 11 لعيب بيجروا في الملعب، لا، نادي الاهلي مؤسسه، سيستم. مفيش واحد يقدر يقول كلمه مش من اختصاصه. فده سبب النجاح، سيستم، كل واحد عارف اللي عليه ايه. فمن هنا النجاح، وان شاء الله من نجاح لنجاح، فضلا وليس امرا. تدعمونا بلايك، واللي مش عاجبه الفيديو يدوس ديسلايك، واللي عاجبه الفيديو يدوس لايك وتشترك وتفعل زر الجرس. سلام عليكم.